اجراءات نفس الاليه اللي تقول عليها بالاطار، ونفس اللي تقول الاتفاق المقبوليه او غيرها، اكو نفسها اجراءات. تروح اذهب الى اجراء السحب، ذهب الى الفضاء الوطني ورفضه بالفضاء الوطني. ليش انت تريده هو يشيل الدعوه؟ ما ينسحب، ما يريد ينكسر الرجل. انت خايف عليه ما ينكسر، هو ما يريد ينكسر هم ايضا. بغض من تقول لي انت اليوم صاير دوله القانون، لا بس هاي لا، اذا انسحب المالكي بالدفاع عن نفسي، اذا انسحب المالكي لاجل 46، اذا انسحب السيد المالكي لاجل 46 والمصلحه الوطنيه، المصلحه الدوليه، مصلحه الفرد العراقي، يرى انكسار. هو يرى انه هذا الموضوع غير جدي وغير حقيقي، وعنده ادواته، ورئيس حكومه جلبسي مثل ما اقول لك جلبسي، والله ورئيس جلبسي والله نظريه جلبسي بس اللي ودت صدام دخلته للكويت. والله لا عوف يا عزيزي، نظريات صدام اللي دخلته بالكويت. صدام المالكي علقه ترى، بس خليني اسولفك سالفه كلش تفيدك، اسمعني للاخير عزيزي السيد. علقه فتلغي قضيه جلبسي. علقه سيد، بس علقه والله علقه صدام ورفعت راس. عنده 8 سنوات من الخبره الدوليه وعنده ادوات. طبعا الحديث مو على الشخص المالكي، على نهجه. لا انا مو على شخصه، بس عصام ليش احاول ابعده من قضيه الشخص؟ لهذا السبب. انا اقول اكو اليات محترمه حتى يحافظ على الاطار، حتى يحافظ على كينونته، يجتمعون يضحكون ماكو، حتى ما نقول قلوب وجوه متعارفه وقلوب مختلفه. هذا اكو سياسات واكو سياق مهم جدا. اكو مخاطر ويشعرون باهميه هذه المخاطر، ممكن هذه المخاطر ما شاعرين بها بهذه الدقه اليوم، هذه المعلومات الدقيقه خلي ياخذونها رصيد ويتعاملوا معها. اذهب لسحبه من خلال برلمان، ما تقدر سحبه خلال الاطار، سحبه من خلال البرلمان ماكو مشكله، لكن شنو البدائل سيد؟ اليوم انا بهذا الظرف الدولي شنو البديل؟ منو اقوى من المالكي؟ مثل ما جبنا شنو سيد؟ يعني هاي 46 نريد نقول ما عندنا واحد قوي، لا جابوا واحد 43 ناجح. ما عندنا واحد ناجح فقط، نقول فقط يعني هاي. ليش طيتوا لكم شهرين واختاريتوا من 43 9؟ هذا مو يمي، ارجع عاتب الاطار، قلت تعالوا ليش رجعوا ل 43؟ ليش اليوم هذا الاختيار؟ مو هذا اختيارك سيد، هذا اختيارك.